هدفان لهدف لصالح الأهلي أمام أنصاره. مبروك للأهلي وحظ أوفر للوداد. مبروك للكابتن وائل جمعة الانتصار على الوداد. الله يبارك فيك أبو مهند. حظ أوفر للكابتن عزيز. بارك الله فيك. حاتم ما زال نص المباركة. مبروك السلام. ما عندي من دونك. مبروك الأمم المتحدة بالسلام. أنت جاي مع مين أنت؟ استمتع بالمباراة. لا جاي مع معلول عند الحجة الشرعية. جاي مع معلول. معلول ابن مدينته وابن ناديه وابن بلاده. مساهمين في نتيجة الأهلي. معلول. لا هو ابننا احنا مش ابنكم. طيب حاتم دعني أبدأ معك بالمباراة بشكل عام. فيها جودة فنية عالية حاتم المباراة. أي نعم ربما الأسبقية والأفضلية للأهلي، لكن كانت مباراة ممتعة حاتم. هو أداء مشرف حقيقة يليق بنهائي شامبيونز ليج افريقيا. شفنا أداء من كلا الفريقين. الشوط الثاني هنا نتكلم عن خطأ حارس المرمى مع الدفاع. الهدف الثاني اللي استغله كهرباء والشحات يكاد يكون يتكرر نفس هدف يمكن مباراة الترجي بنفس المستوى. الشحات يستغل خروج الحارس المرمى ويقوم بتمرير التسديد. لكن الوداد شاهدنا بعض التغييرات مع صعود الظهير الايمن. هنا بوهرة كذلك التغييرات اللي قام بها المدرب. كلا المدربين قاموا بتغييرين لكن حقيقه اجمالا على طيله 90 دقيقه الاهلي هو اللي كان الافضل. الاهلي كان هو المستحوذ. الاهلي هو اللي بادر. الاهلي سجل هدفين منها من اخطاء اكيد انه حارس المرمى سوء تقدير منه، كذلك انه كان نوعا ما متوتر حارس المرمى. يمكن لقيمه المباراه، يمكن للحدث الموجود معنا فيه المباراه. هنا نتكلم على الهدف الاول يمكن والتمرير ما بين الخطوط الذي يمكن نجح فيه الاهلي في الهدف ما بين الواحد اثنين. الشحات اللي كان حقيقه علامه فارقه وقدم اضافه كبيره، وهو وبيرسيتاو كذلك انه بيرسيتاو اللي سجل الهدف وكان فعال. ونتكلم لا اتكلم على الاهداف فقط بالنسبه لحسين الشحات وكذلك بالنسبه للاسيست او بيرسيتاو لتسجيل الهدف. هنا نتكلم على المهارات الفنيه ونتكلم على دعم الهجوم وكذلك على مساندتهم للدفاع. لكن الوداد كذلك كان الشوط الثاني لما حسبوا الخطوره تقدم قبل تسجيل الاهلي الهدف الثاني. مع تسجيل الاهلي الهدف الثاني والاخطاء تكلمنا عليه انه الوداد كان يريد تسجيل هدف لانه يعلم انه تسجيل هدف تذليل فارق انه سيتيح له فرصه اعلى واكبر في مباراه العوده. يمكن في خطا من تشتيت الكره من علي معلول او من عدم سوء تقدير. كذلك انه شاهدت انه في منطقه مع الكونتر اتاك انه وسط الميدان كان نوعا ما متاخر، وهذا يدل انه في بناء الهجمه كان فريق الاهلي ينتظر في الكرات لبناء الهجمه. هذا الخطا. الحارس ليس هنالك داعي للخروج هنا. مع الخروج اكيد انه تسبب في هذا الهدف الثاني. على كل حال انا الاهلي يستحق التقدم، وكذلك الوداد عطفا على اداء الشوط الثاني يستحق ان يعود في المباراه، خاصه بعد تسديد تحتيه طله اللي كانت على القائم وتصطدمت بالقائم. كان يحاول الوداد والهدف التذليل الفارق انا اعتبره مستحق. اداء والمستوى كان ممتاز جدا، وننتظر مباراه اللي تكون في دار البيضاء، ننتظر مباراه اعلى ومستوانا متاكد انه سيكون يرتقي الى مستوى نهائي الشامبيونز ليج، ومن سيكون متوج في الاخير سيكون هو المستحق، وسيكون الدعم الجماهيري اكيد سيكون كبير، واكيد النادي الاهلي نادي كبير وقادر ان يتعامل مباراه العوده بشكل جيد. طيب عزيز، لدي ملاحظتين على الوداد في هذه المواجهه. اولا في الشوط الاول والتنازل على الكره بشكل مبالغ فيه اثر عليه بشكل كبير، والدليل ان الشوط الثاني حينما احتفظ بالكره حاول يمرر الكره يبني اللعب كان قادر على ايذاء الاهلي. واحد. اثنين فيما يخص الوداد الشوط الثاني قبل تسجيله لهدف بوهرة الوداد كان افضل من الاهلي. نعم. بعد ما سجل الهدف تراجع وحاول انه هو يقتل رتم المباراه، وكاني به كان خايف اكثر من لازم من الاهلي. المساله مساله ذهنيه ليست مساله جوده لاعبين. اكيد ولذلك فالذهني دائما ما يغلب على البدني. الوداد ذهنيا في بدايه المباراه كانه تحمل عبء المباراه، ترك الاهلي انه يسيطر عليه، لكن بعدما ارتاح ما بين الشوطين اخذ بعض التنبيهات وبعض التوصيات من المدرب حتى من اللاعبين بعضهم البعض. شعروا على المدرب. نعم، شعروا بانهم التغييرات كانت متاخره. لا التغييرات ايضا. شوف
تغييرات من طريق اسلوب اللعب. اظن بان الوداد في الشوط الثاني تقدم شيئا ما 20 متر الى الامام، ومن ثم اصبح من السهل النجاح في عمليه تحول سريع، وشفنا الوداد افضل بكثير في الشوط الثاني. التغييرات كانت مميزه، يعني الصراحه التغييرات خروج حسوني وخروج مترجي ودخول بوهره ودخول ونجم اللي حرك الجهه اليمنى، ايضا بوهره حرك الجهه اليسرى ايضا، وكان سريع ايضا في عمليه التحول. بس بوهره كان يستحق اكثر دقائق. نعم بوهره كان يستحق اكثر دقائق، لأن دخل في الدقيقه 82. ولكن راه تحسن ايضا المترجي في الشوط الثاني، لذلك المدرب لم يخرج المترجي في الشوط الثاني. انا اظن بان